صلي وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال. طبعا النهارده بقى كده ايه، اما صورت الزرع اللي جبته طبعا للبلكونه. هنشوف مع بعض بقى هوضبه ازاي. طبعا في الشقه، انتوا عارفين طبعا في الروف في زرع كتير، بس بصراحه ما خدتش من الروف حاجه الا حاجات بسيطه. وجبت طبعا ايه شتلات زرع، يعني شويه كده حلوين. تمام. فالمفروض ان احنا مش هخليهم في اثار الزرع بتاعتهم دي، لان مش هتنفع صغيره كلها. طبعا الجدر بتاعها كبير، اكبر من القصريه نفسها. فالمفروض ان انا اغيرها، احطها في مساحات اكبر، لان المفروض الزرع ده بيكبر عن كده كتير. تمام. آه زي ما انتم شايفين كده طبعا في بدايه الفيديو انا بوريكم بس المنظر. بعد كده بقى ايه نشتغل مع بعض. انا هنا كده قاعده قدام باب الشقه. تمام. عشان طبعا مش هينفع اعمل ده جوه، هبهدل الدنيا. اهو. بصوا بقى شكارة السماد او التربة ديت، هي اسمها تربة. طبعا ده سماد صناعي او تربة صناعية، مش طينة عادية، يعني الطين العادي اللي هو بتاعنا بتاع الزرع العادي. ده بصراحة بيجيب نتيجة جامدة جدا، بيحافظ على الزرع بجد. المهم جبت الشكارة دي ب45 جنيه. هوريها لكم دلوقتي ان شاء الله وانا بحطها على الرملة. بصوا طبعا انا بوريكم الزرع اهو. بصوا ما ينفعش يفضل في القصريات دي لان كده هيموت. فالمفروض ان انا جبت بقى دول اهمت. انا جبت كام واحده؟ جايبه 6. دي الواحده جبتها ب15 جنيه. المفروض طبعا اي قصريه زرع لازم تكون يعني فيها سكوب من تحت كده، اللي بيها ايه، الميه لما بتزيد للزرع بتبوظه، بتخلي الجدر بتاعه يعمل عفونه وبيبوظ ويموت. لكن لما يبقى مثلا في سكوب زي كده، بتبقى بتصفي الميه الزياده، يعني بياخد الطينه بتاخد الميه اللي هي عايزاها، بس ما بتاخدش ازيد من كده، يعني تاخد الميه اللي عايزها الزرع. فانا طبعا جايباهم في مقفول، فانا بفرغه يعني على اساس ايه يبقى ايه جاهز كده. ايه بصوا بقى الشكاره ديت اهيت. دي انا كنت جايباها ب45 جنيه. اللي هو اللي بيبيع حاجات الزرع قال لي حطيها على شكارتين رمله ودربيهم كويس. اهم حاجه انك انت ايه تبقى مدرباهم، يعني تدريب كويس، عشان لو رمله بس مش هتجيب نتيجه في الزرع، هتبوظه. فانا بقى ايه يعني بحاول اقلب على قد ما اقدر. هاخد شويه، يعني هاخد وقت شويه فيهم واقعد اقلبهم. طبعا الانسه توته كالعاده، المزه بتاعتي هي بتساعد. بصوا اهو، بس بتعمل ايه، بتلم الرمل عليها هي كده اهوت. بحاول اقلب على قد ما اقدر اهو. وبعد كده بقى نحطهم في الاثار الزرق ديت ونشوف هنعملوا ايه مع بعض. بصوا بقى في الفيديو اللي فات انا كلمتكم، طبعا هكلم في موضوع تاني، بس عشان ما بقاش يعني ايه عامله زي اللي بيذيعوا لكم نشرة اخبار. انا في الفيديو اللي فات انا اتكلمت على الاباجورات. انا هحطها في الريسبشن او في الشقه عامه. الاباجوره دي انا قلت عليها يعني جزء كده، بس انا عايز اقول لكم يعني على الفايده بتاعتها. هي اباجورات ملح. تمام. في منها اباجوره ملح صافي، وفي منها اباجوره يعني بخشب زي ما انتم شفتوها كده وفيها جزء ملح. طبعا احنا كستات بيوت او الناس القديمه بتاعت زمان، جدتي والحاجه وكل الناس دي عارفه ان الملح ليه فايده جامده في البيت. تمام. فانا من زمان الزمن بصراحه انا بحط في زوايا الشقه اطباق صغنونه كده، بحط فيها شويه ملح. مش هقول لك سره بقى، يعني هم زمان كانوا بيحطوا في منديل كده ويحطوها على جنب، يعني في الزاويه بتاعه البيت. انا من صراحه من زمن الزمن انا بعمل اطباق صغننه كده، احطها لمده يومين واشيلها ارميها. احط فيها الملح اللي هو الملح الخشن، الملح الرشيدي دوت. بس بصراحه لما عرفت دوت الفايده بتاعه الملح ده بصراحه حلوه قوي، لان هو من سيوه. تمام. وفي نفس الوقت هم عاملين له يعني حاجة كده علمية زي ما بيقولوا، ان هم حاطين اللمبة في الملح. اللمبة دي بتعمل سخونية، فبتعمل ايه بقى؟ طبعا الملح بياخد الطاقة السلبية اللي في البيت. تمام. فهي المفروض ان اللمبة لما بتسخن بتشيل الطاقة السلبية اللي جت على الملح. بدل ما انت بترمي الملح او تغسليه او تشطفيه والكلام دوت، في ناس بتشطفه. لا انت طبعا دي عشان دي اباجوره، لا هم عاملين لك فايده ان انت السخونية بتشيل الطاقة السلبية من الملح وترجعه لك ايه لجودته من اول وجديد. وبجد بجد انا بجد استعملته ولاقيه منه نتيجة حلوة جدا في البيت. انت وانت حطاها تحسي كده انت بنت عايش، يعني عارفة لما تكوني واخدة شاور
و... وانت حاسه كده بانتعاش كده في المكان بجد. والموضوع ده يا جماعه يعني موضوع الطاقه السلبيه ده ناس كتير لو قريتي عنه او نزلت على اليوتيوب، مش هتقري كمان، انزلي على اليوتيوب وشوفي في فيديوهات وحاجات منزلينها بجد، مش لعب ولا غش ولا كلام من ده. اصل انت مش بتعملي حاجه وحشه يعني. وشيء معروف ان الملح بيشيل الطاقه السلبيه. معلش انا خدتكم في الكلام. طبعا دي واحده، عملت واحده اهيت. نعمل بقى اتنين تاني كده مع بعض. ماشي. فالمهم اخد لكم بقى اكمل لكم بقى. المهم انا جربت الاباجورات دي حلوه جدا. هم بصراحه انا الجروب اللي خدت منه هم مديني منشور كبير كده بيحكي عن حاجات كتير قوي لفايده الملح. بس انا بصراحه مش مقتنع الا بحاجه واحده. يعني هم كاتبين ان هو للموروتيزم وللحسد والحاجات كتير، بس انا عارفه ان الملح للطاقه السلبيه في البيت. وبجد بجد بيحوش عكوسات وحاجات في البيت، بتبقى انت حتى لو قاعده في المكان كسلانه تحسي فيه بطاقه كده، فاهماني؟ يعني تحسي كده بانك عايزه تتحركي وتروحي وتيجي. بجد فايدته حلوه. لو حد عايز رقم الجروب انا ممكن اديهولكوا وانزله على في على فيديو يعني ان شاء الله، وانزله لكم على القناه، وانتم ممكن تتصلوا بالجروب لو انتم عايزين تجربوا الموضوع ده. بس بجد بجد عن تجربه بجد كويس. وان شاء الله يعني انا طالبه منها حاجات تاني، لان انا عجباني اللي هي الملح. يعني هم اللي فيهم خشب ديكورهم حلو وكل حاجه، بس انا عاجبني اللي فيها الملح الصافي بس. يعني لو هتراجعوا الفيديو فيه كده جنب الصوره بتاعت ايه، في اباجوره كده صغننه هي ملح صافي، هتلاقوا فيها ملح حتى الوان كده على الوش. شكلها حلو قوي وشيك جدا. وفي نفس الوقت انا شايفه ان هي يعني حلوه، فانا طلبت منهم تاني. فان شاء الله لما يجوا لي لو كده ممكن اعمل لكم فيديو عنهم يعني ان شاء الله. وفي حاجات ممكن تاني تجيني برضو من سيوة زي الزيوت وحاجات كده، لو عجبتني هجربها طبعا واقول لكم ان شاء الله استفدت ايه منها. واي حاجه ان شاء الله يعني هجيبها وتبقى كويسه هقول لكم ان شاء الله على التجربه بتاعتي. كده اهوت. بصوا انا زي ما انتم شايفين كده، انا قلت لكم في الاول الزرع بص عباره عن جدر. فكان لازم احط الزرع ده في يعني في حاجه اوسع عشان ايه يكبر. طبعا بصراحه الفيديو ده متصور بقاله مثلا بتاع 3 شهور، عشان مش هغشكوا يعني. مصوراه بعد ما جيت بحوالي شهر. انا كده في الشقه بقالي 6 شهور اهوت. ده كان ده كده بقاله بتاع 3 شهور الفيديو دوت. فانا المفروض ان انا بحط له صوت بس. فانا الزرع ده بسم الله ما شاء الله يعني كبر. وفي زرع ما كملش معايا اللي زي الريحان. في ريحان لو تاخدوا بالكم جنبي كده اهوت على اليمين هناك اهو. ده مع اني جايباه جدر وجدر قديم. بس بصراحة وسألت حتى المزارع كذا مرة واداني حاجات ليه انها تخليه يعني يشتغل تاني والكلام ده، بس بجد ما نفعش. وطبعا بقية الزرع لا، الزرع ده الحمد لله اشتغل وزي الفل. وفي كمان اللي هو اللي كان عندي زرع في الروف، لو تفتكروا في الفيديوهات اللي عدت انا كنت حاطاه في زوريات صغنونه كده، اثاري صغننه. فبقاله يعني مثلا بمعدل كده اقوله ده انا دخلت في تالت سنه اهو، يعتبر دي تالت سنه. هو في نفس المكان ما غيرتوش، وهم صغننين زي ما هم ما كبروش اساسا. يعني هو بسم الله ما شاء الله عايش يعني ما حصلوش حاجه. بس لما جيت هنا وقلت لا هاخدهم معايا، فنقلتهم من الذريات الصغيره. يعني انا ممكن في اخر الفيديو او في اول فيديو لو شفته هتلاقيني حطاهم في اصاري صغيره كده وفي المربعه الكبيره اللي ورا ديت. بس جيت بعد كده نقلت حطيت في جزء يعني حطيت الصبار الصغنن في الفخارة. عندي كام طاجن كده وانا بشيل اتخبطوا واتكسروا او اتشرخوا يعني مش اتكسروا. فانا قلت خسارة بدل ما ارميهم ايه احط فيهم زرع. حطيتهم، والزرع اللي انا نقلته بصوا بقى الزراعية دي بالجدر بتاعها عامل ازاي. نقلته في الاقصار اللي هي الكبيرة العريضة دي بسم الله ما شاء الله. يعني زاد بطريقة جميلة جدا. ان شاء الله وانا بعمل كده روتين في الشقه برضه يعني نخش كده على البلكونه وايه. وبرضه اوريكم ان الزرع بقى من ايه لايه، يعني من ان هو كان صغنن جدا وكام واحده قليلين مش كتير، وبسم الله ما شاء الله زاد بطريقه جامده يعني. وانا ان شاء الله انتوا عارفين انا بحب البوتس. وساعه ما حصلت لي الحادثه ووشي اتحرق وكده، فقعدت يجي شهرين طبعا ما كنتش بخرج.
وبصراحة ما كنتش باروح الروف وما كانش حد بيروح. البوتس يعني، أنا كان عندي كمية بوتس بقالها سنين يعني. انتوا لو متابعيني على قناة يعرفوا ان انا عندي البوتس ده بقالي سنين، مش جايباه جديد بس يعني. كل ده اتدمر وما بقاش عندي ولا حتى واحدة. رجعت بصراحة ما كانش حد بيروح وكده والدنيا باظت. فانا ان شاء الله يعني احنا دلوقتي في الشتاء وكل الزرع جميل بامانه يعني. كده كده البوتس ملوش دعوه لا بالشتاء ولا بالصيف، هو كده كده زرع الظل يعني. هو بيتحط في اي مكان، فبالنسبه لي مش موضوع شتاء بس، بيبقى حلو الزرع عامه في الشتاء. بصوا دي الاثار اللي انا حكيت لكم عليها اهو. تمام. اهوت. هوريكم ان شاء الله كده، بصور لكم فيديو اوريكم زادت وبقت عامله ازاي. دي والاثار والزرع التاني اهو. يا ريت بقى اللي ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد في يوميات منال. معلش انا عارفة ان انا قصرت الشهور اللي عدت والقناة رجعت للصفر من تاني. بس طبعا عشان انا في ربنا وفيكوا ان انتوا تدعموني لان القناة تشتغل وترجع زي ما كانت. لان بجد بجد كان يعني في ظروف وما كانش، مش ما كانش ينفع نصور، ما كانش عندي نفسيا ان انا جاي لي ان انا اصور يعني. عارفين يعني. انا مثلا ده مصوره بقالي 3 شهور ما نزلتوش مثلا. تمام. فان شاء الله ادعوا لي كده باذن الله نلتزم في القناه ونرجع زي ما كنت، وان شاء الله المشاهده تزيد تاني. وما تنسوش بقى تدعموني ايه، وابعتوا لي رسائل كده وادعموا لي القناه عشان القناه تشتغل. كده خلاص خلصت دول اهمت. هنقل بقى الباقي عشان ما يبقاش كله، عشان ما يبقاش بس طويل. معلش انا كترت عليكم في الكلام. بصوا بقى دي البلكونه اهي. طبعا انا جبت الكراسي ديت، انا جبت 4 كراسي وجبت الترابيزه دي جميله جدا. بصوا بقى، هي البلكونه ناقصها حاجتين بس بصراحه لسه يعني، ان شاء الله مش كله بيجي مره واحده يعني، حاجه حاجه. هي البلكونه المفروض ان ناقصها اعمل لها الارض دي نجيله اللي هي الصناعي، وناقصها ان انا اركب الستاره. بصراحه جوزي كان عايز يركبها وانا ما رضيتش لان خفت بصراحه عليه، وقلت له لا مش هركبها عشان هو عايز يركبها بايده. فزي ما انتم شايفين كده، بصوا الزرع اهوت بقى عامل ازاي وشكله جميل جدا. يا ريت يكون الزرع عجبكم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد في يوميات منال.